أبدى ناديين من عمالقة الدوري الإيطالي اهتمامهما بالتعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسي لاعب الأهلي السعودي في ظل اقتراب عقده من نهايته، ما يفتح الباب أمام احتمالية عودته إلى الملاعب الإيطالية خلال الفترة المقبلة. وينتهي عقد كيسي مع الأهلي في شهر يونيو المقبل، ولا يزال مستقبل اللاعب بشأن التجديد غير واضح رغم تردد أنباء عن رغبة النادي السعودي في تمديد عقده واستمراره مع الفريق. وأشار إلى أنه مع اقتراب عقد النجم الإيفواري من نهايته فإن اللاعب لا يبدي رغبة كبيرة في الاستمرار بالسعودية في ظل تفكيره الجاد بالعودة إلى أوروبا على أمل إتمام تلك الخطوة خلال الصيف المقبل. أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة تضم 35 لاعبا لخوض لقائي أوروغواي واليابان على ملعب ويمبلي في شهر مارس الجاري. وخرج المتألق إيفان توني نجم الأهلي السعودي من حسابات المدرب الألماني رغم تألقه بشكل لافت. وجه عبد الرحمن الصنبي حارس مرمى الأهلي السعودي صدمة لجماهير ناديه بتصرف غريب. وودع الأهلي منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح أمس أول الأربعاء. وفاجأ الصنبي جماهير الأهلي بالإعجاب بصورة نشرها الحارس المغربي ياسين بونو نجم الهلال السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام. ونشر بونو صورة لاحتفاله عقب تأهل الهلال إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على الأهلي. تحرك نادي الهلال السعودي من أجل التعاقد مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز المدير الرياضي بنادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي. وتأمل إدارة الهلال إقناع هيوز بقبول مغادرة ليفربول والعمل في الدوري السعودي. وأكد صحفي عبر حسابه بمنصة إكس أن التعاقد مع ريتشارد هيوز هو الهدف الرئيسي لإدارة نادي الهلال من أجل تولي منصب المدير الرياضي للتخطيط مبكرا للموسم الجديد. دخل الهلال في سباق تنافسي مع باريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات مهاجم إنتر ميلان الشاب أنجي يوان بوني، وذلك ضمن التحركات المبكرة استعدادا لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل سعي الأندية الكبرى لتدعيم صفوفها بعناصر واعدة. ووفقا لما أورده صحفي متخصص في أخبار الانتقالات فإن الناديين أبديا اهتماما واضحا بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الذي برز مؤخرا كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإيطالي بعدما قدم مستويات لافتة مع فريقه.